السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. كالعادة قبل ما نشاهد الفيديو عليك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لوصول كل جديد القناة. ما تنساش أيضا بالضغط على زر لايك إذا أعجبك الفيديو. لقد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قائمة نهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023. ولقد عرفت القائمة النهائية استبعاد الدول الجزائري رياض محرز، وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات بالنظر إلى تتويج اللاعب السابق لمانشستر سيتي بثلاثية. ولقد ضمت القائمة النهائية ثلاثة لاعبين، وهم المغربي أشرف حكيمي، والمصري محمد صلاح، والنيجيري فيكتور أوسيمين. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقوة مع الإعلان عن قائمة النهائية لأفضل لاعب، ولقد اتفق الأغلبية في تعليقاتهم أن محرز وبالنظر إلى تتويجاته هو المرشح الأول لنيل جائزة أفضل لاعب إفريقي دون منازع. وأضافوا أن استبعاده من القائمة النهائية يعتبر ظلم كبير للاعب الدولي الجزائري رياض محرز. ومن المهازل الكاف أيضا إقصاء اتحاد العاصمة من جائزة أفضل نادي رغم تحقيقه كأس الكاف وكأس السوبر الإفريقي. وهذا بالإضافة إلى استبعاد القائد اتحاد العاصمة زين الدين بالعيد من جائزة أفضل لاعب محلي رغم تتويجه بلقبين إفريقيين. كان هذا كل شيء في هذا الفيديو. ما رأيكم في استبعاد الدولي الجزائري رياض محرز والنادي اتحاد العاصمة؟